التور العقاري مش مجرد فرجة، دي لحظة قرار. ازاي تخلي العميل يتخيل نفسه سكن في المكان ده؟ العميل ممكن يفتح اللينك، يشوف الصور، يقرأ التفاصيل منك او من غيرك، لكن اللي بيخليه يتعلق بالمكان فعلا هي الجولة العقارية. بس خليني اقولك على حاجة مهمة، الجولة العقارية ما بتبقاش بس فرجة، ده انت بتاخده يلف ويشاور، يقولك دي حلوة ولا لا. الجولة العقارية هي اللحظة اللي بتقلب كل حاجة، من اهتمام لقرار، من فضول لتخيل، ومن تردد لقناعة. طيب ازاي تعمل مع العميل جولة عقارية كشخص محترف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ الجولة قبل ما توصل، قبل ما تروح جهز نفسك، اعرف كل تفاصيل الوحدة او المشروع اللي انت رايح عليه، وافتكر اولويات العميل اللي كان قالها لك قبل كده، وحضر اجابات جاهزة عن الاسئلة المتوقعة زي الرسوم، الخدمات، المدارس القريبة، الار او اي. ده بيخليك تبان محترف من اول دقيقة. وخلي بالك الانطباع الاول 70% من البيع. من اول ما تستقبل العميل، لبسك، طريقتك، اسلوبك، كل ده مهم، بس الاهم انك تبدا الجوله بحكايه مش بمعلومه. قول له مثلا الوحده دي اشتراها مني 3 اشخاص السنه دي، واحد كان مستثمر من المانيا، والتاني ساكن فيها دلوقتي جنب عيلته، والتالت بعد ما اشتراها رجع اشترى مني وحده تانية بعدها بشهرين. القصه بتدخل الدماغ اسرع، والارقام بيبقى لها تاثير كبير. وامشي معاه على مهل بس بخطه، ما تسيبش العميل يقعد يتمشى لوحده. خده من نقطه لنقطه، من المدخل للريسبشن، من الريسبشن لبلكونه، من بلكونه لغرفه نوم، وفي كل نقطه اربط بين المكان وحياته. يعني مثلا شايف حضرتك المنظر ده، تخيل نفسك بتفطر هنا الصبح. شايف الغرفه دي، تخيل لو عند حضرتك الاولاد ربنا يبارك فيهم في سن كذا كذا كذا. شايف المطبخ ده يا مدام، المطبخ ده معمول بستايل يخلي الحياه اليوميه اسهل 10 مرات. انت كده مش بتعرض، انت كده بتخليه يعيش في العقار. رد بثقه وسجل ردود فعله، ولو سأل سؤال صعب ما ترتبكش. لو مفيش إجابة قول له ممكن أسأل عنها المطور وارجع لحضرتك فورا. وسجل كل تفصيلة هو قالها، كل تعبير على وشه، كل حتة قال عليها دي عجباني أو أنا مش مرتاح لدي، عشان تعرف تفولو أب بعد كده صح. وفي آخر الجولة ما تضغطش، قول له ببساطة أنا شفت حضرتك مناسب للمكان، بس القرار لحضرتك. لو حابب تشوف خيارات تانية بنفس الجودة عندي كذا وكذا وكذا. ختام الجولة باحتراف بيخلي باب العلاقة مفتوح حتى لو الصفقة ما اتقفلتش من أول مرة. الجولة العقارية مش رحلة ميدانية، ده مشهد سينمائي، انت المخرج والعميل هو البطل. لو قدر يتخيل نفسه ساكن في المكان والمكان مناسب ليه، يبقى انت نجحت في انك تبيعه بالسعر اللي انت شايفه. في الفيديو اللي جاي هندخل واحدة واحدة في أهم مهارات البيع العقاري، الفولو أب. إزاي العميل اللي قال هفكر ممكن يرجع يشتري، وإزاي تتابعه من غير ما تكون مزعج. تابع السلسلة، لأن الوسيط العقاري الحقيقي هو اللي بيبيع في اللقاء الأول لكن يكسب في المتابعة.